طيب ازيكم يا جماعة. قررت ان انا اصور اوت دور تاني علشان الموضوع طلع لذيذ قوي بصراحة. بس المرة دي بصور في التراس بتاع بيتنا. الجو حلو فقلت نجرب كده لوكيشن جديد، بس هي الكاميرا بتتحرك فدي مشكلة هنواجهها، بس هنحاول ما نتحركش كتير. المهم يعني كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان. كنت عايزة اصور بقالي كام يوم بس ما كنتش بعرف علشان كان في حاجات بتحصل كده كانت جديدة، فكنت بشوف هنعمل ايه وبنعمل ايه. لكن احنا رجعنا قبل دخلة رمضان. اتهبلت في مخي ودخلت فيلم هاملت، لان كنت سامعه عنه كلام كتير قوي، وكل الناس اللي بيخشوه حتى الولاد يعني كانوا بيتأثروا وبيعيطوا وبتاع. فدخلت الفيلم وصعب قوي قوي قوي، يعني فيلم هاملت ده من اكتر الافلام الصعبة اللي ممكن تشوفها جدا جدا، والممثلة فظيعة، يعني البطلة دي كانت يعني صعبة. المهم يعني انا خرجت من الفيلم ده يعني بعيد عنك الدنيا سواد، وكنت يعني في مود وحش بقالي حبة، يعني قعدت يعني اليوم تقريبا كله المود مش حلو بعد ما شفت الفيلم، لانه اثر جامد قوي 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 يعني، وحزين فعلا يعني. وانا ما كنتش عارفه ان القصه دي حقيقيه، انا عارفه ان هي روايه لشكسبير، بس ما اعرفش ان دي يعني، مش عايزه احرق، بس دي حياه شكسبير يعني، ده اللي حصل معايا يعني. ف اللي عايزه اتكلم فيه النهارده هو موضوع عن ان ممكن اي حاجه انت بتشوفها او بتتفرج عليها بتاثر فيك بشكل او باخر، بالذات الافلام او المسلسلات. وده بصراحه اللي بحبه في السينما يعني، بتأثر فيك بشكل يعني انت ممكن تكون مش متخيله او متصوره، ان الفيلم فعلا يعلم معاك. يعني فهمني ده والله العظيم انا عيطت فيه اكتر ما عيطت في تايتانيك، يعني حاجة صعبة. يعني لو هاملت وتايتانيك نزلوا في نفس الوقت الاتنين هيكونوا حزيني، بس هاملت التمثيل فيه قوي 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 يعني. فالتأثير اللي بيسيبه الفيلم معاك بيبقى قوي، سواء بقى فيلم حزين، فيلم رومانسي حلو، فيلم رعب. بيعلم معاك بشكل او باخر. يعني انا فاكره لما شفت فيلم ذا كونجرينج اول مره الجزء الاول، كنت صغيره، يعني الفيلم كان في 2013 تقريبا، انا لما شفته كنت صغيره والله العظيم 3. انا بسبب الفيلم ده انا ما كنتش بعرف انام لوحدي، وكان لازم حد ينام جنبي، وقعدت فتره ما بعرفش اخش الحمام لوحدي برضو علشان انت عارف يعني بيتهم تقريبا، فكانت مامتي بتخش معايا. هي كانت ايام سود والله، حرفيا ما كنتش عارفه اعيش. قعدت شهور بقى انا والله العظيم بسبب الفيلم ده، انا قعدت شهور انا مش عارفه اعيش. فتأثير الشاشة عليك بيبقى قوي قوي وانت مش واخد بالك، يعني اللي بتشوفه at some point هو بيعلم معاك حتى في العقل الباطن. يعني انا لحد دلوقتي فيلم The Conjuring ده لما بشوفه انا بخاف وبحس بنفس المشاعر اللي كنت بحسها وانا صغيره، رغم ان انا بقيت شحطه كبيره يعني. فانت بتكون مش عارف هي ممكن تأثر معاك ازاي، هي تأثيرها كبير قوي، بالذات بقى لو احنا هنتكلم لو احنا في الشهر الكريم زي دلوقتي. اي نعم طبعا المسلسلات دي المفروض احنا نقللها وكل الكلام ده، بس يعني احنا ممكن نشوف 1 أو 2 أو 3، يعني نبص على حلقات. اختار قوي انت بتتفرج على ايه، علشان في حاجات مش ماشيه خالص مع الاجواء في رمضان. يعني في مسلسلات بجد هي ما تتعرضش تقريبا، ما ينفعش تتعرض حتى لو بعد رمضان، يعني ولا قصة ولا حبكة ولا تمثيل. بس في حاجات بتعلم معاك حتى لو انت مش حاببها او مش عاجباك، بس طالما العين جت عليها او مرت من قدامها هي بتسيب علامة، فهي تأثيرها بيبقى قوي قوي وانت مش واخد بالك ان هي تأثيرها قوي. عايزة اقوله يعني خلي بالك قوي انت بتتفرج على ايه، و... وايا يكن نوع الافلام اللي انت بتحبه حاول تعرف كده انا بحبه ليه، وهل هو بيسد فجوة عندي او بيشبع حاجة معينة. لان في حاجات ممكن تدخلك في سكة اللي يروح ما بيرجعش بجد يعني، وبتعمل بلاوي يعني. كان في مرة حلقة للدحيح، كان تقريبا بيتكلم فيها عن السينما، كان تقريبا اسمها الاب الروحي حاجة زي كده، هي بقالها كذا سنة. القصة دي انا بحب احكيها يعني.
وعرفتها من الدحيح، يعني انا عرفتها من في دبانة بنت لذينة خيلاني، دبانة واعية. كان في ولد حب ان هو يغتال الرئيس الامريكي، مش فاكرة اني رئيس بالظبط، وضرب عليه نار بجد، وبس يعني الحمد لله الرصاصة ما جاتش فيه. فبقى الحكومة مسكته والاف بي اي مسكوا، الدنيا اتقلبت، وشايفين بقى ان الولد ده ايه اللي وراه بقى، اكيد بقى شيوعي في مصيبة، يعني ده حد مجنده من الاخر. بس بعد ما حققوا معاه وكده اكتشفوا ان هو عمل كده علشان هو شاف فيلم تاكسي درايفر بتاع روبرت دينيرو، والبطل في الفيلم ده اللي هو روبرت دينيرو عمل حاجة شبه كده علشان يعني مش عايزة احرق الفيلم، بس اللي هو ايه، هو الولد عمل كده علشان يلفت انتباه الممثلة اللي هو معجب بيها، فحب يعمل هو زي عمل بطولي كده. روبرت دينيرو عمله في الفيلم، هو مش عمل بطولي ولا حاجة، بس اللي هو يعني عشان يلفت الانتباه ويعرفها ان هو جامد، فحب ان هو يختال الرئيس الامريكي. فهو يعني يوم ما حب يلفت انتباهها حب ان هو يلفت انتباه يعني بمصيبة سودة. بسبب الموضوع ده حققوا مع مارتن سكورسيزي اللي هو المخرج، وحققوا مع روبرت دينيرو، وعلشان يعرفوا منهم هو انتوا عملتوا ايه في الفيلم، خلى الولد يتأثر بالشكل ده، يخليه اللي هو يختل الرئيس الامريكي نفسه علشان هو شاف حاجة في الفيلم حركته او حمسته. بعد كده طبعا الولد ده دخل مصحة وقعد فيها سنين يعني، بس هو مش عارفة، هو تقريبا مات فيها او كده، ما خرجش منها. كده كده الحلقة بتاعت الدحيح دي اسمها تقريبا الاب الروحي، انت هتلاقيها من احلى الحلقات بصراحة، من اكتر الحلقات اللي انا بحبها. فده مثال بسيط قوي ان انت فعلا ممكن تتسوح يعني في قصص كتير بقى يعني، بس يعني المثل ده نقطة في بحر، في حاجات احنا ممكن نكون لسه ما نعرفهاش، وفي حاجات كده ظهرت. يعني هي البيج سكرين فعلا بتأثر عليك بشكل او بآخر، علشان هي فعلا مؤثرة، وهي فعلا زي ما بيقولوا عليها القوة الناعمة. ف يا ريت يعني القائمين على هذا النوع من العمل يكونوا عارفين بيطلعوا ايه للناس، وما يختاروش حاجات عشان تطلع ترند او تثير الجدل وخلاص، علشان بس المجرد ان هم يكسبوا فيوز او يلموا فلوس. بصراحة هي دي النقطة اللي انا عايزة اوضحها، يعني حسن ما فيش حاجة تانية عايزة اقولها. الفكرة دي كانت بتدور في بالي بصراحة الفترة اللي فاتت، فانا عايزة يعني انبه 60 بني ادم بيتفرجوا عليها بشكل دوري ان قد ايه اللي بتتفرج عليه بيأثر يعني، واللي بتسمعه بيأثر، بس العين لما بتشوف غير لما الودان بتسمع بس، فخلي بالك انت بتتفرج على ايه، وربنا معاكم. بمناسبة ان احنا في رمضان، من الحاجات الدنيوية اللي اقدر اقول عليها دنيوية يعني بتعجبني في رمضان وبستناها بصراحة، مش المسلسلات، بتبقى الاعلانات السنه دي حلوه قوي يعني، كرييتيف جدا بصراحه، بالذات اعلان بنك مصر فظيع جدا جدا. انا بحب اصلا بهاء سلطان فيعني الاغنيه تحفه، الاغنيه حلوه جدا، واعلان وادي دجله بتاع عصام عمر حلو جدا برضو، ومبنين الفكره اللي عملها مع عمرو دياب ان هو جاب ولاده كلهم، فكره كرييتيف برضو، وعامله كامل لما يعني بصراحه الاعلانات متعوب فيها. و تحياتي لكل قائمين على هذه النوع من الصناعة برضو، لان هي حلوة جدا وبتسيب عليها مفاهيم، فتحياتي برضو. سوي. طيب احنا في رمضان فما فيش افلام ارجح، يعني انا دخلت فيلم همنت ده عشان قلت ايه، انا هودع السينما علشان الشهر ده ما فيش افلام، يعني ما حدش عادة بيتفرج على افلام، فما فيش النهارده ترجيح تقريبا، دي اول حلقة في حياتي اعملها مش هرجح فيها افلام. ما فيش ترجيح للافلام. انا حتى مش عارفة نوع الفيديوهات اللي انا عايزة انزلها في رمضان هتبقى عاملة ازاي، لان فعلا مش عارفة، يعني قلت دي ممكن تبقى يعني فكرة مهمة شوية، علشان احنا بعض منا بيحب يتفرج على المسلسلات، وانا برضو بشوف مسلسلات، فلو برضو خلي بالك انت بتتفرج على ايه، فقلت هي ماشية مع الفايبس بس. رمضان بيبقى فاهم شهر كده ليه طقوس وليه فكره لوحده، انت ممكن تكون حاجة قبليه تخش وتبقى حاجة بعديه تانية خالص، حاجة احسن طبعا. ف رمضان كريم، كل سنة طيبين، خلي بالك انت تتفرج على ايه،
عشان بيأثر معاك بشكل او باخر. جو حلو قوي قوي بجد. انا مبسوطه. انا الايام اللي فاتت كان الجو بيبقى حر، كنت بقول يا لهوي خلاص هو داخل علينا، بس هو ايه، حب ان هو يستنى شويه. ف كل سنه طيب. شوف انت بتتفرج عليه ايه، اختار اللي بتتفرج عليه الصح. اي موفي ريكومنديشنز هتيجي بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، بس اللي بعد رمضان لما اعمل فيديوهات في رمضان يعني ان شاء الله، لو جه افكار ابقى نرجع تاني بقى للحته بتاعتنا. فاشوفكم على خير، كل سنه طيبين، باي باي.